وده سحوري النهارده اللي كان نفسي فيه جدا. سحور النهارده عيش سوري وبطاطس، يبقى هنعمل ساندوتش بطاطس سوري. انا مش عارفه، انا عمري ما كان نفسي فيه، بس النهارده نفسي فيه جدا عشان العيش ده كمان موجود. فقلت بقى هعمل البطاطس في الاير فراير واعمل معاه صوص طحينه. انا مش عايزه ولا توميه ولا مايونيز، انا عايزه طحينه، طحينه بالليمون والخل. فيلا بينا نعمل الساندوتش الجبار ده مع بعض. اي نعم، البطاطس في الاير فراير ما تبقاش حلوه خالص زي وهي مقليه، بس مش مهم، خلينا شويه صحيين يعني. فهعمل البطاطس هنا. لقيت ستريبس في الفريزر، ربنا يستر ما تبقاش سبايسي عشان بتاعت اطياب سبايسي دي بتبقى اوفر، فانا خايفه قوي تبقى سبايسي وتعملي زوري اكتر. بس هجربها يعني، مش عارفه اعمل قد ايه. مش هحط كتير قوي عشان انا هاكل لوحدي، فمش هحط كتير. انا عارفه اصلا ان هي نص مقليه، بس انا عايزه ارش رشه زيت خفيفه قوي كده، ورشه ملح عشان الملح يثبت في الفرايز. كده كفايه. دلوقتي هعمل صوص الطحينه. بصوا انا بحب الطريقه دي بنفس المقادير بالظبط. ممكن يبقى حد تاني بيحبها بطريقه تانية، مثلا عمرو بيحب يبقى فيها توم شويه، مش بيحب الليمون والخل كتير. انا بحب الليمون والخل كتير قوي. بجد البرد مبهدلني، مش عارفه اعمل ايه. المهم دي الطحينه ماشي، ودي ليمونه عايزه اعصرها على الطحينه. احنا اصلا في العيله انا وماما وكريم ونور بنحب الحاجات اللي هي كده، اللي هو ليمون وخل كتير. يعني حتى في الكشري تلاقونا دايما الصلصه، الكشري فته اي حاجه، تلاقوا بنحب الحاجه تبقى مليانه ليمون كتير قوي. ورق العنب طبعا مليان ليمون عشان نحبه. شويه خل مش كتير. زود بقى شويه ميه مغليه. هو ده القوام اللي انا بحبه للطحينه، ولا تبقى اخف ولا تبقى اتقل. ومش هحط لها اي بهارات خالص غير ملح، فلفل اسود. انا فضلت ازود لها ميه سخنه كتير لحد ما فكت خالص وبقت طريه كده. عايزه ادوقها بقى عشان اعرف لو ناقصها اي حاجه. بسم الله. حاسه ناقصها شويه خل، كده كده ناقصها ملح. طبعا لو مش عيانه هزود لها شطه، بس مش ناقصه خالص. زوري بجد مش ناقص. حطيت الستريبس في الاير فراير، نسيت احطها في الكاميرا معرفش ليه. ماشي يعني، دي خدت لون كده لذيذ. عايزه بس اقلبها. اعمل العيش كده واجيب الطحينه وهعمل بقى لير حلوه كده. تشيكن ستريبس خلصت، بس يؤسفني اقول لكم ان هي سبايسي قوي موت يعني. انا هحاول احطها مع البطاطس عشان ما احسش بحرقانها بزياده، بس هي بجد طعمها حلو قوي. بصوا بقى البطاطس خلاص حلو قوي. بصوا بقت مقرمشه وحلوه قوي. يلا بقى عشان اليرت مع الفراخ. ساندوتش حطيت فيه الطحينه هنا، واحط عليه البطاطس. هعمل واحد بطاطس بس، والتاني فيه ستريبس، عشان انا اصلا اكتر حاجه كان نفسي